في ناس كتير جدًا لمّا تيجي تضحك بتحس إن في حاجة غلط في شكل الابتسامة عندهم، أتاري إن المشكلة اللي عندهم حاجة اسمها gummy smile. الgummy smile دي يعني ابتسامة لثوية، الابتسامة اللثوية يعني لمّا نضحك بيبان عندنا جزء كبير جدًا من اللثة. سبب المشكلة ديّة 3 أسباب، السبب الأول وهو إن يكون عندهم جزء كبير من اللثة طويل، يعني اللثة المفروض كان طولها مثلًا اللي بيبان 2 مللي أو 3 مللي، لكن اللي بيبان عندهم حوالي 7 مللي أو 6 مللي، طولها كبير ومحتاجين إن إحنا عشان نعالج الموضوع ده لو كان ده السبب إن إحنا نرسم اللثة دي تاني بالليزر ونشيل منها ال2 مللي أو ال3 مللي زيادة وتبقى المشكلة اتحلت تمامًا. تاني سبب للجامي سمايل وهو إن يكون عندهم العظم بتاع الفك اللي موجود تحت اللثة كبير وضخم، وبالتالي بيخلي اللثة بارزة وباينة أوي، فالحل هنا بيكون إن إحنا نشيل حاجة بسيطة، تدخُّل جراحي بسيط عشان نشيل حاجة بسيطة من العضم اللي موجود تحت اللثة، وبالتالي البروز الكتير والكبير اللي موجود ده يقل جدًا والابتسامة يبقى شكلها جميل. تالت سبب للجامي سمايل وهو إن يكون عندهم نشاط زيادة في الmuscles أو في العضلات اللي موجودة في الشفة نفسها. يعني إيه؟ يعني في ناس كتير لمّا ييجوا يضحكوا بتلاقي شفتهم اللي فوق قامت مشدودة لفوق جامد أوي، عارف شبه الستارة كده لمّا تتشد تطلع للآخر، فالشفة لمّا تطلع لفوق جامد أوي هتبين جزء كبير جدًا من اللثة، فبالتالي يبان إن هم عندهم جامي سمايل، لكن ممكن وقتها ما يكونش أساسًا اللثة ولا العضم اللي تحت اللثة فيهم مشكلة، المشكلة كلها إن الشفة نفسها لمّا بييجوا يضحكوا بتترفع لفوق جامد أوي. نعالج الموضوع ده إزاي؟ هنعالجه بالبوتوكس أو بعملية جراحية بسيطة جدًا في الmuscles اللي موجودين هنا في الشفة علشان نخلّي انقباضهم بسيط والانقباض بتاعهم ما يكونش قوي جدًا، أو البوتوكس بيخلّي برضه انقباض العضلات دي بسيط وبالتالي لمّا يضحكوا شفتهم ما تترفعش لفوق جامد جدًا ويبان عندهم لثة كتير. ويبقى كده قدرنا نرسم ابتسامة شكلها جميل بتدخُّل بسيط جدًا، جدًا سواء كان بالليزر أو جراحي، والاتنين أسهل من بعض وأبسط من بعض والمشكلة تبقى اتحلت تمامًا وشكل ابتسامتِك جميل جدًا. لو وصلت معانا لحد هنا يبقى الcontent ده عجبك يا صديقي، فما تنساش تعمل لنا follow علشان لسه اللي جاي كتير. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد، أشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام.